السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول ان انا ربنا ما كرمنيش غير بولد واحد. وبعد كده جوزي مات، فانا قعدت على ابني ربيته. دخلته الجامعة وبقى موظف وكويس وكان عايز يتجوز. فبما ان انا المعاش بتاعي يا دوبك ربى ابني وصرف على علامه وكده، معرفتش اعمل له حاجة، يعني ولا اجيب له شقة ولا اي حاجة. فانا قلت ان اتجوزه معايا، ما فيش غير ابني بقى واحد يعني ولد. فرحنا اتقدمنا لواحده كانت عاجباه. راح قالت لا، كان شرط من باباها لا يعني مش عايز في نفس الشقه، خدي شقه تانية. فبتقول ان انا جبت له شقه عقد مفتوح، بس قلت له ايه، بس انا ابدا ابني الوحيد وانا ماليش حد في الدنيا غيره، وانا دلوقتي كبيره مش صغيره، مش قاعده يعني بس مش صغيره، يعني في الخمسينات كده، حاجه وخمسين. وفي نفس الوقت انا يعني ما عنديش بنات، فهي عايزه بنتك تبقى بنتي وتروح وتيجي علي. قال لها ماشي، تروح وتيجي عليكي ماشي، لكن ان هي تقعد معاكي وتقيم معاكي لا، تبقى ليها شقتها مختصه بحاجتها. قالت له بس خد بالك ده ابني الوحيد وده اللي طلعت بيه من الدنيا. قال لها وانا بقولكيش حاجه، مش بقولك اخد ابنك منك، وبنتي عارفه حاجه زي كده. قالت له خلاص ماشي مفيش مشكله. قلت له جبت الشقه وفرشتها، واللي هي عايزاه واللي هي طالباه انا عملته، ان كان في الضوضيب او في عفش، وما ضايقتهاش في اي حاجه، ولا انا ولا ابني. واللي هي كانت بتشاور عليه انا كنت بجيبه، حتى في العفش نقت اغلى حاجه واحسن حاجه، وانا ما استقصدتش فيها حاجه. حتى باباها قال لي مش هجيب الديل فريزر واجيب شاشه واحده، قلت له مش مشكله، اللي انت مش اللي انت عايزه تجيبه ومش عايزه ما تجيبوش، انا اجيبه. وجبت لها وما زعلتهاش وفرحتها زي البنات. وبعد ما اتجوزت شهر والتاني والتالت يجوا عندي مكشره. قبل ما تيجي اسالها عايز تاكلي ايه، اللي انت نفسك فيه انا هعملهولك. وفعلا بتقولي عايزه كذا عايزه كذا بعمله لها، يا عمري ما زعلتها في حاجه. بس على طول قاعده مكشره وحاطه وشها في الموبايل، عايزه اتكلم معاها عايزه احكي معاها. اعتبرها بنتي، اروح عندها ضربه البوز، وفي معظم الوقت يا تقعد في اوضتها كانها بتروق، يا اما في المطبخ كانها بتغسل مواعين، ومش طايقاني. وانا مش عايزه اتكلم مع ابني ولا اشتكي عشان ما تقولوش امك ومش امك وتعمل مشاكل لابني، وانا في نفس الوقت عايزه حد اتكلم معاه واعتبرها بنتي. وفي نفس الوقت خايفه ان انا اكلم ابني تقلب عليه ويقول لي انت السبب. وفي نفس الوقت انا مش مرتاحه ولا متهنيه بابني ولا بمرات ابني ولا ببيت ابني، ومش عارفه اعمل ايه. وبجيب لها ده وبجيب لها هدايا واجيب لها كل اللي هي عايزاه، قبل ما اروح لها عايزه ايه، ناقصك ايه، مش مضايقاها عشان تعاملني كويس، وبرضه ضربه البوز. مش عارفه بقى دي طبيعتها ولا هي كده، انا مش عارفه اعمل ايه، والموضوع ده مضايقني قوي. اقعدي اتكلمي معاها وشوفيها، ولا مالك زعلانه ليه، إيه اللي مزعلك؟ ولا هي مثلا خايفه تاخدي عليها تروحي قاعده معاها، او هي تقعد معاك؟ انا برضو مش عارفه، ممكن تكون هي واخده موقف. كلميه مامتها، كلميها، كلمي باباها كده، اقول لها مالها زعلانه ليه، واخده مني موقف ليه وانا ما عملتلهاش حاجه؟ يعني شوفي ايه اللي مضايقها ووصلوا لحل وسط، وشوفي الدنيا فيها ايه. يمكن انت عملتي حاجه من غير قصد، يمكن هي واخده فكره عنك من غير قصد برضو. اقعدي اتكلمي معاها واتكلمي مع مامتها وفهميها ان انا دي بنتي، وانا عايزاها تبقى زي بنتي عشان انا ما عنديش بنات وما بزعلهاش في حاجه ومريحاها. وشوفي وجهه نظرها ايه. وصلوا على النبي يا جماعه، والسلام عليكم. في فيديو جديد وانتوا ارائكم في الكومنتات.